بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا بين عباس العقاد ومكرم عبيد في مدينة نصر، وطالما قلنا ان الموقع بين عباس العقاد ومكرم عبيد يبقى مفيش داعي ان احنا نقول كتير على مميزات الموقع، لان ده افضل مربع في مدينة نصر تقريبا. تنزل من العمارة لو دخلت يمين على مكرم عبيد، لو دخلت شمال على عباس العقاد. بيسموه المربع الذهبي نظرا لان هو مربع مميز جدا. عباس العقاد من ناحية، مكرم عبيد من الناحية التانية، طريق النصر ومصطفى النحاس، يعني مربع أضلاعه كلها مميزة. الشقة 240 متر، مباني 95، وأنا زي ما قلت لحضراتكم مباني التسعينات دي من المباني المفضلة جدا بالنسبة لي، علشان خاطر المساحات فيها بتكون مستريحة والتحميل فيها بيكون قليل. الشقة مسجلة شهر عقاري زي ما احنا شايفين. التشطيب حديث أول استخدام، يعني اللي هيقعد فيها إن شاء الله هيكون أول حد يستخدم التشطيب ده. تشطيب ما شاء الله مميز. الأسانسير حديث، المدخل واسع زي ما عودناكم إن عمارات التسعينات دايما مميزة بالمداخل بتاعتها الواسعة والتحميل بتاعها القليل. الميزة هنا برضو في الشقة دي إن كل الشبابيك والبلكونات عليها شيش حصيرة بالكهرباء. طبعا ده كويس جدا لو حد عايز يضلم يمنع الشمس. احنا على فكرة الاتجاه بتاعنا بحري وبحري صريح، تمام. ما شاء الله تشطيب راقي جدا، أذواق عالية ومميزة. الريسبشن معانا 3 قطع، ومعانا بلكونة على واجهة العمارة، بلكونة كبيرة. البلكونة دي بحري برضو كده. عباس العقاد، وفي مربع جنينة احنا شايفينه من هنا، والاتجاه ده مكرم عبيد. أول حمام هيقابلنا حمام الضيوف، وميزة كبيرة جدا إن حمام الضيوف بعيد عن الجزء الداخلي للشقة. ما شاء الله تشطيبه مميز جدا، لسه الباب بتاعه يتركب. تشطيب راقي. الريسبشن معانا 3 قطع كبار. ده المطبخ، معانا المطبخ فيه غاز طبيعي، والركن ده اتعمل فيه صرف غسالة. هيبقى فيه الغسالة مش هتاخد حيز كبير، والمطبخ مساحته كويسة جدا. الليفينج أرضيات هنا HDF. أول غرفة ألوان مميزة كلها، ألوان عصرية. تاني غرفة، والغرفة دي فيها بلكونة خلفية وبرضو عليها شيش. مش مجروحة، العمارات اللي هنا قصيرة عنها. الحمام الرئيسي مساحته كبيرة
تشطيب وأزواق راقية جدا. ودي الشاور، الدش معمول دفن في الحائط. والأوضة الرئيسية الأخيرة، وبرضو الشباك ده عليه شيش. كل الشبابيك الشقة والبلكونات عليها شيش حصيرة. الشقة زي ما انتم شايفين على الفرش والسكن. هتلاقوا كل التفاصيل موجودة في صندوق الوصف. ورجاء عند السؤال تذكروا كود الإعلان. شكرا جزيلا، أتمنى نكون قدمنا حاجة كويسة.